سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا الإخوان غادي نهضروا على أساس اللحوم الحمراء. وكما كتعرفوا بأن حنايا يعني كمغاربة عندنا واحد المشكل دابا في ارتفاع ديال الأسعار ديال اللحوم الحمراء، وبالخصوص يعني فاش كتمشي للمارشي باش انك تقضى اللحم اكيد كتلقاها ب 100 درهم 2200 ل 2400، يعني كل واحد والثمن اللي كيديروا. واكيد انه هما خرجوا بعض الناس او بعض الاشخاص اللي هما يعني كيشوفوا ولا كيراقبوا الاسعار باش انهم ما يزيدوش على المواطن المغربي. ولكن حنا غادي نكتشفوا بلي انه المغرب ولات غادي تمشي للبرازيل باش انها تشري من عندهم العجل. واكيد ان هذه العجوله هذه اللي غادي يشريوهم من عند الناس ديال البرازيل يعني داروا واحد الضجه كبيره. يعني اكيد انه من بعد ما مشاو هما باش انهم يشريوهم، يعني اكيد انها تبارطاجات يعني بعض الصور ديال بعض يعني العجوله ديال هاد الناس ديال البرازيل. وحنا كنعرفوا بلي ان الجوده ديال حنا العجوله اللي كاينين عندنا في المغرب يعني عندهم واحد النسبه كبيره، يعني هما عندهم واحد النسبه بان هاد العجول اللي كاين في المغرب احسن من دوك العجوله اللي غادي يجيبوا لنا من البرازيل. وغادي نكونوا اول مره، يعني اول مره ان المغرب انها بغات باش انها تجيب هاد العجوله هادو من عند البرازيل. حنا كنعرفوا بلي انه ديجا دارت يعني المغرب علاقات ديالها مع بزاف ديال الدول، ومن بين هاد الدول هادو الاخوان هولندا. بالنسبه لهولندا هي معروفه، حنا كنا كنقولوها ديما يعني فاش كنشوفوا واحد البقره مثلا يعني كبيره تبارك الله وداك اللون يعني داك الابيض وهي كبيره وراكم عارفين وكتعطينا واحد الكميه اللي هي كبيره ديال الحليب، فكنقولوا بلي ان هاد البقره هادي ديال هولندا. وحنا كنعرفوا بلي ان داك البقر ديال هولندا او العجوله ديال هولندا هما غاليين بزاف وعندهم تكلفه اللي هي كبيره بزاف. اشنو داروا دابا حنا هاد الاشخاص اللي هما مكلفين عندنا في المغرب باش انهم يشوفوا يعني هاد الخصائص اللي عندنا حنايا ديال اللحوم الحمراء، باغيين باش انهم يشريوهم من عند الناس ديال البرازيل. وبالخصوص هما شنو داروا؟ قلبوا على واحد السوق اللي هي يعني واحد البلاصه اللي غادي تكون يعني رخيصه ليهم، يعني تصلح ليهم باش انهم هما يشريو منهم ويشوفوا يعني الغرض ديالهم باش انهم هما يربحوا عاوتاني واحد المبلغ اللي هو مهم. وحنا ما غاديش نناقشوا الامور ديال شحال باش تقضاو العجل عندهم تما ولا العجوله شحال جابوه من تما، هادشي ما كيهمناش. لانه صراحه كاين واحد الجانب اللي هو ايجابي وواحد الجانب اللي هو سلبي. بالنسبه لهذا نبداو حنا بالجانب اللي هو سلبي. بالنسبه لهذا الجانب اللي هو سلبي الاخوان، انه بالنسبه لهاد العجوله دابا اللي جابوا من البرازيل ديجا شفنا بعض الصور ديالهم اللي صراحه انه داروا واحد الضجه اللي هي كبيره، وكل شيء هضر على اساس هذا الامر هذا. لانه بالضبط يعني في ديك الصوره كنشوفوا دوك العجوله اللي جابوا من البرازيل هما اش غنقول لكم بحال قلتوا عندهم واحد النقص في الماكله، يعني بحال ما كياكلوا حتى شي حاجه، والعظام يعني الجلد ديالهم لاصق مع العظام ديالهم. واكيد فاش كتمشي اللور ديال هذا العجل هذا ديال هذا البرازيل يعني الناس ديال البرازيل اكيد عندهم بزاف ديال الاختلافات، كاين يعني عندهم بزاف ديال العجوله يعني في بعض الاشكال اللي تقريبا جوج ولا ثلاثه ديال الاشكال، لانني شفت بعض الصور اللي اكيد مازال غادي نشوفوا هذا الناطق او هذا النطاق يعني الايجابي. دابا كما قلت لكم نسبقوا يعني الجانب اللي هو سلبي. بالنسبه لهذا الجانب السلبي الاخوان، يعني فاش شفت دوك الصور ديال اول يعني في ديك الفتره فاش قالوا باغيين باش انهم يجيبوا هاد العجوله هادو من البرازيل، يعني تبارطاجات واحد الصوره اللي صراحه ديك الصوره كيبينوا هذاك دوك العجوله اللي غادي يجيبوهم. يعني اكيد شفنا ديك الصوره، انا من بين دوك الناس اللي شافوا دوك الصور وكنقول كيفاش ان الاشخاص هادو تسمحات لهم النفسيه ديالهم باش انهم يمشيو حتى لديك البلاصه ويمشيو ماشي حتى شي دوله اللي هي قريبه وانما واحد الدوله اللي هي بعيده بزاف، وفي الاخر يجيبوا لنا واحد الجوده ديال اللحوم اللي هي اش غنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله. علاش بالضبط؟ لان صراحه في ديك الصوره الا كتقربها ولا الا مشيتي للور ديال هذا العجل هذا مثلا اللي جابوا في الاول، فاكيد انه كيبان لك من اللور بحال اللور ديال الحمار، يعني فوتوكوبي مع الحمار. يعني ما اش غنقول لكم جيبوا الحمار وحطوه وشوفوا ليه في اللور ديالو، شوفوا في اللور ديال داك العجل غادي يبان لكم بحال شي حمار. وما نهضروش على اساس يعني الجوده ديال يعني الاكل او الماكله اللي كياكلوها، يعني بحال ما كياكلوا حتى شي حاجه، لانهم كانت يعني اللحم ديالهم او لا الجلد ديالهم لاصق مع العظام ديالهم، يعني راه والو. فهمتونا الاخوان؟ وبالنسبه عاوتاني الشكل اللي غادي نشوفوه، حنا ما غاديش نهضروا على اساس يعني نعيبوا عاوتاني الخليقه ديال الله تعالى، ولكن حنا كنهضروا على اساس يعني الجوده. يعني الانسان فاش كيعرف ولا فاش كيبغي باش انه يمشي يجيب ولا باغي يجيب شي حاجه باش انه يدخلها للبلاد ديالو وباغي باش انه يعطيها يعني واحد الصوره اللي هي زوينه، نمشي نتقضى شي حاجه اللي هي زوينه واخا كاع نزيد التكلفه من عندي، يعني ما نشوفش غير راسي، نشوف المواطنين اللي غادي يستهلكوا حتى هما، يعني نضرب لهم الحساب، ماشي غير نضرب الحساب لراسي ونربح انايا
ونقول للمواطنين لا يقلب. يعني ما كايناش هذا المصطلح هذا. خاصك انت تجيب واحد الحاجه اللي هي زوينه وتدخلها لعندك الدوله ديالك، وباش تعطيها راكم عارفين يعني المستهلك عندك انت راه خاصك تهلا فيه وخاصك تعطيه شي حاجه اللي هي زوينه. المهم فاش عاوتاني تشوفوا في الوسط ديال هاد العجوله هادو عاوتاني كيبانوا عندهم دوك الهضبات كي بحال ديال الجمل. حنا دابا بغينا غير نعرفوا واش حنا بغينا نسميو هاد العجوله دابا اللي دخلتهم من البرازيل، يعني راه كنهضر على واحد الفئه اخرى، كاينين جوج ديال الفئات. واش حنا بغينا دابا حنا نقولوا عليهم هذوك عجوله، او لا نقولوا عليهم حمير حاشاكو، او لا نقولوا عليهم يعني جموله يعني الجمل لان عنده الهضبات حتى هو. وما نساوش بان في القدام عاوتاني في الوجه ديالو راه عنده قرون. واش غادي نقولوا عليه عاوتاني هو نقولوا عليه الغزال واقيلا ولا شي حاجه بحال هكا؟ يعني صعيب اننا نوصفوا المواصفات ديال داك العجوله اللي دخلتو لينا حنايا المغرب. وبالنسبه عاوتاني الاخوان هذا واحد يعني عطيتكم كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما سلبيين، ولكن عطيتكم واحد شويه ما بغيتش نكثر عليكم. دابا غادي نمشيو للجانب اللي هو ايجابي. الجانب الايجابي الاخوان كاين فئه اخرى ديال هاد العجوله هادو اللي صراحه كيبانوا عندهم جوده زوينه، واكيد انهم مهلين فيهم، واكيد انهم هما يعني عاطينهم العلف مزيان، يعني كيبانوا يعني مزيان يعني مضخمين، واكيد انهم غادي يعطيو واحد الانتاج في الحليب وداك الشيء ديالهم، يعني غادي يعطيو شي حاجه اللي هي مهمه. حنا اللي بغينا نعرفوا واش نتوما اللي اختاريتوا ديك الفئه اللي هي الاولى اللي دارت واحد الضجه كبيره، ومن بعد ما شفتوا الناس يعني اللي اكيد انه في ديك الدفعه الاولى انكم ذبحتوا تقريبا يعني ما يقارب يعني 1500 يعني اللي دخلات، اكيد انكم ذبحتوها كلها، هذه راه باينه ومكتوبه في التقرير، واكيد مازال غادي نهضروا على اساس هذا الموضوع هذا. وبالنسبه للاخوان كما قلت لكم ان بالنسبه لهاد الناس هادو يعني هما كما قلت لكم راه كاينين يعني واحد الجوده ديال العجوله اللي هما زوينين يعني متهلاين فيهم، واكيد انهم زايدين في الثمن، ولكن هما كيمشيو لداك الشيء اللي هو رخيص، يعني باغي المواطن ولا المستهلك المغربي باش انه يتهلك ديال بصح، وباغيين باش انه يشري. المشكله دابا راه ماشي ينقصوا ليه في الثمن، الا كاع جابوا ديك نقولوا نفترض بلي انهم هما جابوا لنا ديك العجوله اللي صراحه يعني الجوده ديالهم ناقصه ديال بصح. واكيد الا مشينا بحثنا وقلبنا وقلنا شنو هما الدول اللي عندهم يعني الجوده ديال اللحوم الحمراء اللي هي زوينه، اكيد انك راه باينين يعني غادي يبانوا لك اصناف ديال الدول، ومن بين هاد الدول هادو اللي هي هولندا اللي كنا كنتعاملوا معاها. ولكن دابا تقريبا هما كيشوفوا كما قلت لكم كيشوفوا ديك البلاصه اللي هي رخيصه ليهم، وهما اللي كيشوفوه هو الارباح، باغيين غير يربحوا، ما كيشوفوش شي حاجه اللي سميتها يعني صحه المواطن، ان هذا الانسان هذا ولا هذا الشخص هذا اللي غادي نعطيه هذا اللحم هذا خصو ما يضروش او ما يديرش ليه شي حاجه اللي هي خايبه، ولكن هما ما كيشوفوش هذا الجانب هذا نهائيا. كما قلت لكم الاخوان بالنسبه لهذا الجانب الاخر اللي كما قلت لكم ان بالنسبه لهاد العجوله هاد اللي قلت لكم انهم هما عاطينهم العلف وعاطينهم الماكله اللي هي زوينه، واكيد انهم غادي يعطيو انتاج اللي هو زوين، غادي يستوردوهم وغادي يدخلوا تقريبا يعني واحد اش نقول لكم راه واحد العدد اللي هو كبير بزاف، كانوا طالبين يعني 30,000 راس. فتخيلوا معايا الاخوان انهم طالبين 30,000 راس، وبالنسبه للبرازيل راه ماشي شي حاجه اللي هي قليله، راه بالنسبه للبرازيل راه مزيان اليوم هاد الصفقه هذه. علاش؟ لان المغرب تقريبا فيه قرابه 40,000 يعني او 40 نسمه يعني على حسب التصريحات ديالهم الحسابيه، ولكن بالنسبه لهم هما راه هاد السوق هذا مهم لهم جدا. علاش؟ لان المغرب طلبت منهم الاخوان تخيلوا معايا 30,000 راس يعني 30,000 ديال العجوله. ولكن شنو كان ردة الفعل ديال دولة البرازيل؟ انهم هما كيرفضوا، كيقولوا لهم لا حكا داك الشيء راه داك العدد راه كبير بزاف. اشنو داروا؟ صيفطوا لهم 5800 راس، واكيد هاد 5800 راس اكيد مباشره معها كتدخل 1500 كتذبح مباشره، والباقيه كتمشي يعني للمزرعات وكتمشي للمراعي باش انه يحلبوا فيهم وياخذوا الحليب ديالهم. وانتم راكم عارفين يعني البقيه راكم عارفين يعني بالنسبه للشركات وبالنسبه لهذا الشيء هذا الموضوع هذا شكون اللي رابح فيه ديال بصح، بالخصوص في هذا الجانب كما قلت لكم ديال العجوله، يعني الصنف الثاني اللي هو واكل وزوين وعنده فورمه زوينه، واكيد انه كيعطيو العلف ديالو كيعطيو المسائل ديالو، واكيد كاين المراقبه الطبيه ديالو. هادو يعني واحد الصنف اللي هو مربح للشركات، بالخصوص الشركات اللي هما كينتجوا الحليب وكيديروا يعني هذا الشيء ديال اش نقول لكم المعلبات، فهما عندهم واحد الجانب اللي هو ربحي، هما اللي رابحين في هذا الشيء كامل. واكيد حتى المواطن اكيد الا كانوا كي بحال هاد العجوله هادو غادي يكونوا يعني المهم نقولوا زوين كوميم، يعني احسن من دوك الاولين اللي كنتو نتوما شديتوهم، لان دوك الاولين اش نقول لكم راه لا حول ولا قوه الا بالله يعني. المهم
دابا الاخوان كما قلت لكم الا مشينا كنهضروا على اساس هذا الموضوع هذا راه غادي نهضروا على بزاف ديال الامور، ما بغيناش نتعمقوا بصح نيت في هذا الامر هذا، ولكن بغيت غير نقرب لكم شنو بغات المغرب باش ان ندخلوا يعني المملكه المغربيه، واكيد ان المواطن او المستهلك خاصو يعني واحد المراقبه من طرف الناس المعنيه بالامر، انهم يراقبوا هذه اللحوم هذه واش هي صالحه، واش هي مزيانه لهذا المواطن هذا باش انه ياكلها. يعني ماشي غير انكم نتوما تشوفوا غير ريوسكم، وانما شوفوا حتى في المواطن، لان المواطن اللي مشى حتى يعني مشى فيها فاكيد انكم نتوما اللي مشيتوا فيها. فلهذا خاصكم تهلاو في المواطن وتهلاو يعني شوفوا غير ديك تكون عندكم واحد النفس على اساس يعني تمغربيت ديالكم. يعني ما تجيبوش شي حاجه اللي هي خايبه، ما تجيبوش شي حاجه اللي هي رخيصه. ما كاين باس ان الانسان يعني يزيد واحد شويه ويزيد على المواطن، ايوا تكون واحد الجوده اللي هي زوينه. يعني حنا عارفين ريوسنا زايدين، فجيبوا لنا شي حاجه اللي هي زوينه. يعني ما تجيبوش لنا شي حاجه اللي هي ماشي تلهي واللي غادي تضرنا في صحتنا. المهم اخوان كما قلت لكم هذا الموضوع هذا راه كبير بزاف، واكيد الا كنفصلوا فيه راه ما غاديش نكمل نهائيا. فنكتفي الاخوان بهذا القدر هذا، ونتمنى انكم فهمتوا مزيان على اساس يعني هاد العجوله دابا اللي دخلوهم من البرازيل المملكه المغربيه، واكيد انه غادي هاد الشيء اللي غادي يخدموا فيه الاخوان. يعني هذه الطريقه هذه اللي غادي تكون مستقبلا، غادي يبقاو يشريو هما يعني العجوله من عندهم، وهما يبقاو يستقبلوهم، وهما غادي يعني يكون مستهلك. يعني المغرب غادي يكون بالنسبه للبرازيل مستهلك عندهم، غادي يبقاو يجيبوا عندهم يعني واحد العدد اللي هو كبير بزاف من هذه العجوله هذه. المهم اخوان نتمنى ان الفكره وصلتكم، ونتمنى انك الا كنتي مازال ما درتيش لنا اللايك لهذا لا فيديو دير لنا اللايك لهذا لا فيديو، ونتمنى انك دير لنا واحد التعليق يكون محفز، يعني سواء في الصفحه ولا في القناه في اليوتيوب، ولا الا كنتي مازال ما درتيش متابعه دير لنا متابعه الاخوان، ولا اي واحد يعني مازال ما دارش متابعه تابعونا الاخوان في هذه الصفحه هذه، وتابعونا حتى في القناه في اليوتيوب. ونتمنى انني نكون خفيف ظريف على قلوبكم الاخوان، وشكرا على المتابعه والى اللقاء.